يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراة هامة وقوية تجمع بين فريقي الزمالك وإنبي. تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس لعام 2025 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة. على الجانب الآخر يعاني إنبي هذا الموسم ويحتل المركز السابع عشر. يتوقع أن تشهد المباراة عدم وجود الجماهير العقوبة المقررة عليهم بعد مباراة الأهلي. يأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من التعادلات المخيبة للآمال للزمالك تحت قيادة المدرب بيسيرو. يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة الأهلي وبيراميدز في صدارة الدوري. يواجه فريق الزمالك في هذه المباراة العديد من التحديات وأبرزها الغيابات المؤثرة في صفوفه. سيفتقد الفريق الخدمات الثلاثي الهجومي أحمد السيد زيزو، محمد شحاتة ومحمود جهاد في منتصف الملعب بسبب الإيقاف والإصابة. يمثل غياب هؤلاء اللاعبين ضربة قوية للفريق، خاصة زيزو الذي يعد من أبرز نجوم الفريق. يبحث بيسيرو عن حلول هجومية لتعويض هذه الغيابات. كما يعاني الزمالك من مشكلة في خط الوسط، حيث يفتقد الفريق اللاعبين المميزين بجوار عبد الله السعيد. يعد أحمد الجفالي أحد الخيارات المتاحة بعد أدائه الأخير في مباراة زد. تعقد هذه الغيابات من مهمة الزمالك في مباراة إنبي، خاصة وأن الفريق البترولي معروف بتنظيمه الدفاعي وصلابته على أرض الملعب. يتطلب الأمر من لاعبي الزمالك بذل مجهود كبير وتركيز عال من أجل تحقيق الفوز. على الرغم من تواجد إنبي في مركز متأخر، إلا أن إنبي يعد خصما عنيدا لا يستهان به، وخاصة أمام الفرق الكبيرة. يمتلك الفريق البترولي تاريخا جيدا أمام الزمالك، حيث سبق له وحقق الفوز عليه في العديد من المباريات. يعتمد إنبي على مجموعة من اللاعبين الشباب وأصحاب المهارات الفنية والسرعات العالية. يقود الفريق المدرب المخضرم سيد ياسين المعروف بخبرته الكبيرة في الدوري المصري. يعلم ياسين نقاط قوة وضعف الزمالك وسيعمل على استغلالها لتحقيق مفاجأة في المباراة. تاريخ مواجهات الفريقين: التقى الزمالك وإنبي من قبل في 34 مباراة. حقق الزمالك الفوز في 19 مباراة، بينما فاز إنبي في 8 مباريات فقط، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات. تشير هذه الإحصائيات إلى أن تاريخ المواجهات يميل لصالح نادي الزمالك، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الفوز مضمون للفريق الأبيض في مباراة الغد. يتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرتين، فكل فريق لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز. يسعى الزمالك للعودة إلى سكة الانتصارات ومواصلة مطاردة الأهلي على الصدارة، بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين وضعه في جدول الترتيب. تبقى كل الاحتمالات واردة في هذه المباراة، ستكون حافلة بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.